بدر السيد. هذا هجمه للاهلي، محمد ابو تريكه ينطلق محمد، الهجمه الحمراء ومحمد ابو تريكه والتصويبه وهدف رائع وجميل. يا سلام يا محمد يا ابو تريكه، رائع رائع مفيش كلام. محمد ابو تريكه يثبت انه بالفعل لاعب اكثر من رائع ويضع هدف جميل في مرمى الزمالك. 1 الاهلي. اللاعب المجتهد وادي احمد حسن وتعلى وتنزل الكوره لابو تريكه يغمزها تروح بعيده البركات مره ثانيه لاحمد حسن، احمد حسن واحمد حسن وابو تريكه يحط الهدف الاول للنادي الاهلي من قنبله من احمد حسن يغمزها على طول ابو تريكه. تعرفوا الصوره دي بتقول ايه؟ بيقول له متشكرين جدا جدا انك انت اديتني الفرص الكتيره اللي الكوره ما كانتش ماشيه معايا، انا اهو بحط النهارده الهدف بتاع التقدم للنادي الاهلي. لقطه حلوه قوي، شكر من ابو تريكه لجوزيه اللي استحمله الفترات الطويله اللي فاتت في عدم توفيقه، وابو تريكه يحط في الدقيقه 31 هدف من كوره لعبها احمد حسن جامده جدا، يحط سن الجزمه ويحول اتجاه الكوره ويتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 32 بهدف لابو تريكه. ابو تريكه في الدقيقه 32 من الشوط الاول. بقول لحضراتكم فعاليه النادي الاهلي، شوف حضراتكم الهدف بيتعاد مره ثانيه، ادي القصير المكير والتصويبه وادي على طول يخش حاطط وش رجله من خلف المدافعين القادمون من الخلف للنادي الاهلي ابو تريكه واحمد حسن، وحط ابو تريكه الهدف الاول في المباراه. وادي طارق وبالعرض وتخبط حسن مصطفى، محمد شوقي، جilberto اول مره واجه الوجه الاباني، جilberto الاباني والكره العرضيه وهدف لابو تريكه جميل، هدف ابو تريكه جميل، هدف جميل جميل. المفروض ان هم يروحوا ويبوسوا جilberto صانع الهدف، وابو تريكه يصطاد كرة جilberto اللي عدى من الاباني في اول مواجهه في الشوط الثاني ما بين الاباني وجilberto احد نجوم المباراه، يعدي ويلعب الكرة العرضيه عشان يحمر الملعب في الدقيقه الخامسه من الشوط الثاني بالهدف الثاني لابو تريكه. ابو تريكه في الدقيقه 5 ادي نجم اللقاء احد النجوم يعني جilberto يعدي من الاباني ويلعبها بالعرض ويطير. طبعا صديق بعيد عن صديق يا جماعه، بقاله فتره ما لعبش، والاباني راح الناحيه الثانيه، يعني في تغيير في مراكز كتيره. انما جilberto نقدر نقول ان هو النجم الجنب الشمال النهارده، عمل كرات كبيره جدا عرضيه، ادي احدى منها جت الهدف الثاني. وابو تريكه الاهلي 2 والزمالك لا شيء، وبنلعب في الدقيقه 6 من الشوط الثاني. طارق طبعا الزمالك هيندفع اكتر هجوم، لكن ترجع تاني لشوقي وشوقي يلعبها لبركات، يوقف وعايز يعمل الاوفر تاني، عمل الاوفر تانية والهدف التاني. ابو تريكه الهدف التاني، كرة بالعرض ويخش يجيب الهدف التاني ابو تريكه في الدقيقه 22 من زمن الشوط الثاني. ابو تريكه جون جميل حقيقي، يعني اتلعبت حلوه جون جميل جدا جدا، يخش على طول ببطن رجله ويجيب جون حلو. اتلعبت حلوه قوي الكره اللي فاتت، اتلعبت من ضربه ركنيه تروح لبركات، وبركات بيلعبها تاني ويخش يلعبها ببطن رجله في حلق الجون. بركات جون جميل، بركات عملها له حلوه وابو تريكه يجيب جون جميل. هنشوفها تاني اهو، اتلعبت اهو، شوف بركات لعبها له على طول ازاي، شوف هو بقى دخل عمل ازاي، بطن رجله على طول مفيش حد معاه، ويخش يجيب الهدف الثاني لنادي الاهلي. يعني التركيز شويه لما بيفك عند اللعيبه شويه او ما بيبقاش في تركيز، شوف عدم المراقبه في بعض، يعني شادي ويلعب كره طويله مش اوفسايد، خطر جدا طبعا. 3 فانيلا حمراء وراجعين كلهم بتاع نادي الزمالك، وماشي اهو يا وجوه الجون ابو تريكه راح غطى وكله ما يلحقهاش، وجوه الجون في الدقيقه 26 ابو تريكه.
كرة حلوة اتعملت جميلة من شادي محمد، لعب كرة طويلة جميلة، كان كل دفاع نادي الزمالك طالع لقدام، يطلع بالعرض ويلعبها بالعرض ويخش ابو تريكة على طول يوقف الكرة ويجيب جون الثالث لنادي الاهلي. 3-0. كان كل دفاع نادي الزمالك طالع لقدام، في خلل عن الشوط الاول عن الشوط الثاني خالص. هتشوفها اهي قدام حضرتك، لم الكوره اهو ويلعبها تاني في الزاويه القريبه ويخش على طول يجيب الهدف الثاني. شايف 3 اهو فانيلا حمراء ويلعبها بالعرض، كان يقدر يطلعها صديق لكن يخش على طول ابو تريكة مع بعض، وجم مع الاهلي مع بعض، وتاني اسلام وبركات بالناحيه اليمين ويخلصوها حلوه قوي لاسلام الشاطر، واسلام الشاطر جوه داخل باب العمليات، ضغطوا فقط يا ابو تريكة. مش ممكن يا جماعه الكوره الحلوه. ايه ده يا ابو تريكة؟ ايه العظمه دي؟ شوف اتحرك ازاي، وشوف قابلها ازاي، وشوف جاب جول ازاي. الله عليك ولد، يا سلام يا ابو تريكة. ابو تريكة يحط كشوكة في ورطة ويسعد مانويل جوزيه في الدقيقة العشرة احبائي الكرام بلمسة سحرية. شوف الكرة الجميلة من اسلام وهو سرق متر كده من ابو جبل وحطها. جميلة. ابو تريكة يا ابو تريكة يا لعيب قوي، فارس احلام الجماهير الاهلاويه وفتى مانويل جوزيه. لكن شوف اتحرك ازاي، شوف ابو تريكة راح اتحرك، شوف ابو تريكة اتحرك ازاي، شوف لمسته للكره ازاي، شوف جاب جول ازاي. الله عليك يا ابو تريكة، الله عليك يا ابو تريكة. مفيش شك ان ابو تريكة من النجوم الكبار قوي، هو هداف الدوري حتى الان، هيجيب ده يبقى الهدف ماشي احمد سيد يلعب واحده طويله خطيره وهوبا واللمه عماد متعب واللمه وعلى شماله والعرضيه وهوبا والهدف. الله عليك يا ابو تريكة. تنفست الصعداء، ما تزعلش يا عبد المنصف، تنفست الصعداء يا ابو تريكة. حلوه يا نهار ابيض على المباراه. اتجننوا، الدنيا كلها اتجننت وانا كمان اتجننت. حلوه. ابو تريكة ياخد عرضيه جميله يحطها بوش رجله، روعه. وهدف التعادل في مباراه دراماتيكيه غريبه وعجيبه للغايه. اتعملت واحده والثانيه من ناحيه يمين، العرضيه الجميله جدا. ابو تريكة بوش رجله. وقفت اخيرا يا جوزيه. وادي كل جماهير النادي الاهلي هتتجنن. لكن سيناريو المباراه الزمالك يتقدم الاهلي يتعادل، الزمالك يتقدم الاهلي يتعادل. ادي متعب في ظهره الاباني، حطها عرضيه، استلام من شوقي بالعرض، وادي على طول للقدم تعرف الطريق الى المرمى. يا ولد يا ابو تريكة. الله يكون في عون الزملكاويه، امسكوا اعصابكم اوعوا تزعلوا. وادي شوقي وش رجله حلوه، وادي بتريكة وش رجله احلى. 2-2 في مباراة روعة الروعة. يا في الدقيقة كام يا جماعة؟ في الدقيقة 88 محمد أبو تريكة يعيد الأمال 11 نقطة. الأهلي عنده 8 نقاط يتمناهم 11 نقطة. الإسماعيلي طوعية واختيارا. شوف دي الأول أبو تريكة والهدف. هلا يا قناص، هلا يا قناص. حلوة. ما كملتش كلامي، قلت والأهلي يتمناها 11 نقطة. صحيح لسه بدري، لكن روعة. يا سلام عليك يا ابو تريكة يا صياد، يا سلام عليك يا صياد. اصطاد الكرة وهي في الملعب، السمكة وهي في البحر. حلوة يا ابو تريكة، يا سلام. التباطؤ يمكن اتكلمت مع حضراتكم في بدايه اللقاء، قلت لكم اخطر الكرات اللي بيلعبوها في خط ظهر الزمالك ببساطه شديده. بص خلي بالك، ادي البساطه الشديده اللي بقول عليها، وادي الكره، وادي ابو تريكة ثبت عبد المنصف قعده على الارض، حطها ببطن رجله. حلوه. اهي مره ثانيه، وعمل بجسمه، طلع الراجل على الفاضي وببطن رجله. عارفه السكه، عارفه الطريق، عارفه الخط. هي فرحه الدنيا. ارقص يا ابو تريكة، غني يا عينيا. حلوة. والهدف الأول للنادي الأهلي بقدم الفنان القدير محمد أبو تريكة. ودى الراجل في حتة وراح هو في حتة، والشبكة دخلت الحضن الجميل الدافي.
تريكا حمرها وولعها وشعللها. مش ممكن هذا الرجل يا جماعه. شوف الكره واقفها ازاي، وشوف واقف عبد الواحد ازاي، وكأن عبد الواحد قريب منه. هدف صعب جدا جدا، يثبت محمد ابو تريكه من يوم لاخر ان هو الرجل اللي ممكن صعب جدا بعد 25 30 سنه مصر تجيب زيه الحقيقه. لعيب كبير كبير كبير. ابو تريكه هو الحكايه الكبيره، ابو تريكه هو الشخصيه الكبيره، ابو تريكه هو الذي يصنع الفارق. صنع الفارق مع الكونغو الديمقراطيه، صنع الفارق في عام 2006، صنع الفارق في 2006 مع صفاقسي، وهو الان يصنع الفارق بعد تبديل ثاني بالنسبه او تبديل اول بالنسبه للزمالك. شوف واقف الراجل ازاي، زي ما سجل في عبد المنصف في السابق يسجل الان في هذه الليله، وهو اخر واحد على فكره سجل في مرمى الفريقين في شهر رمضان الكريم. ابو تريكه ولد لعيب. حلوه جدا حلوه جدا، زي ما اتكلمنا عن الهدف الجميل بتاع جمال حمزه، ازاي رقص فيه المدافع، وازاي يعني عملوها عرضيه جميله. اسامه حسني الحقيقه او اسامه حسن عملها جميله جدا. نادي الزمالك هنا بيسجل ابو تريكه. زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه، في كره القدم في لعيبه تصنع الفارق، عشان كده غياب ايمن عبد العزيز يصنع الفارق، عشان كده دفاعيا غياب احمد السيد يصنع الفارق، عشان كده غياب طيب الذكر دائما عماد النحاس يصنع الفارق، عشان كده لو غاب عنك واحد بقيمه جمال حمزه يصنع الفارق. انما لما يغيب عنك ابو تريكه الدنيا كلها يبقى فيها صعوبه، خصوصا على المستوى الوطني، هو المستوى الاهم. شوف واقفه ازاي، وشوف حط الكوره بوجه القدم ازاي. كل هدف منه على فكره بيسجله يتحط على الموبايل، كل هدف ولقطه معبره. هو بيقول انا احد النجوم. مرة تانية شريف عبد الفضيل عدى وتسديدة والهجمة الثالث. يا أخيرا أبو تريكة بيجيب الهدف العاشر، الهدف العاشر في القمة. كما توقعت في الشوط الاول، بقول لكم ابو تريكه بيحارب على واحد، جايب 9 اجوال، والحقيقه مش موفق تماما في اكتر من مباراه، ضاعت منه فرص عديده. بيحط ابو تريكه هدفه العاشر في مرمى الزمالك. ابو تريكه يعادل الرقم القياسي المسجل لعماد متعب. يا بص الكره، يا سلام يا ابو تريكه، يا سلام يا ابو تريكه، غير اتجاهها. حلوه. بص شوف عبد الفضيل حاططها بقوه ازاي، فكرني والله بالكوره اول اهداف ابو تريكه في الزمالك في مباراه 4-2 في الدور الاول لموسم 2004 2005. كانت كوره متشاطه من احمد حسن القصير، احمد حسن استيكوزا، حول اتجاه ابو تريكه بنفس هذه الطريقه. المره دي حول اتجاهها بالراس. كنت اشعر ان ابو تريكه يهدف، كنت اشعر ان يصعب جدا انك تربح في الكونغو، لذلك اذا تتعادل 2 تمشي، واذا تخسر تقريب باي باي. لذلك الزمالك لازم يجازف اكثر. وكره خطيره والهدف الاول، والهدف الاول من القناص بوتريكا بالتخصص بوتريكا يقتل امال البيت الابيض بالتخصص. بوتريكا 1-0 بالراس، هفوه في الدفاع، ينسل بين المحوريين حماده دلبه ومحمود فتح الله ويوضح المجموعه. هذه قوه الفرق الكبيره. النادي الاهلي لم يكن موفق في المباراه، لم يقدم تلك المباراه الكبيره، عانى من كثير من المشاكل خاصه البدنيه، ولكن الكبير يبقى كبير ويعرف يربح في الوقت الخطير الاخير بالرمق الاخير. تريكا بالراس يسجل هدف العاده والعوايد. مش ممكن هذا ورجعنا لايام 2006. ريح لك على ريكا واستمتع ببوتريكا. 1-0 للنادي الاهلي. البدري لا يخسر الدربيات، والاهلي يكسب الرهان بدكه الاحتياط. اهلاويه 11 هدف في شباك الزمالك. تريكا الان في مواجهه عبد الواحد وضربه جزاء وتحت انظار جمال حيمودي، يمنح الاشاره وتركيز كبير من ابو تريكا. ابو تريكا وعبد الواحد، جول. يتعادل النادي الاهلي، يتعادل، وكالعاده الهيستوريكو محمد ابو تريكا يحتفل مع جمهور النادي الاهلي خلف مرمى نادي الزمالك بهدف التعادل الغالي جدا. ابو تريكا يعيد المباراة لنقطة البداية، يعيد التوازن، يعيد اللقاء لنقطة التعادل من جديد بهذا الهدف. يتقدم عبد الواحد
يحاول على الكوره عبد الواحد ويروح في زاويه الكوره بالفعل، لكن كوره ابو تريكه كانت قويه مركزه وفي زاويه وفي الصميم، رايحه وعارفه طريقها وعارفه سكتها تمام. 1-1 هدف للنادي الاهلي. عبد الله السعيد يلعب الكرة اللي في العمق، وليد سليمان الخطأ المتكرر صلحها حلوة يا ولد يا ولد على الهدف الملعوب، هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكة، اتلعبت حلوة قوي من عبد الله السعيد، وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوة لابو تريكة، وابو تريكة يسجل هدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك، الرابع افريقيا ولديه 7 في اطار بطولة الدوري، وفي الكأس عنده هدفين، ويتعادل كده في رصيد الاهداف القمه مع التتش اللي عنده 13 هدف، وامامنا ابو تريكه 13 هدف في مرمى الزمالك محمد ابو تريكه. شوف امامنا هنا وليد سليمان بالكعب حلوه قوي، وادي ابو تريكه الخالي تماما من الرقابه، ليس هناك ضغط الدفاعات الزملكاويه يعني هنا في هذه المباراه، وكما هو معتاد في اللقاءات الاخيره. وبص شوف ابو تريكه، وبص شوف وليد سليمان بكعبه حلوه، وابو تريكه في الزاويه صعبه على عبد الواحد السيد، لكن جمله حلوه قوي، هدف سينمائي اهلاوي. اللمسه الحلوه كانت من عبد الله السعيد، التحرك الاروع من وليد سليمان، واللمسه الاخيره والتسديد، وادي امامنا هنا